السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض العيش الفينو. مش هقول زي بتاع الأفران، ولكن أحلى 100 مرة. لو بيقابلك مشاكل كتير وانت بتعملي العيش الفينو، بإذن الله هنحلها مع بعض النهاردة. لو العيش الفينو ما بيطلعش لونه موحد كده ومبقع من على الوش، او قلب العيش الفينو ما بيطلعش ناعم زي الحرير، النهارده باذن الله هنحل كل المشاكل دي، وهتعملي احلى عيش فينو ممكن تتخيلي. هتعمليه في البيت بمنتهى السهوله. العيش الفينو مش مجرد ان احنا عايزين نجيبه يوم واحد في الاسبوع، العيش الفينو عايزينه كل يوم للمدارس، فطبعا تكلفة عالية جدا. لما نعمله في البيت هيوفر معانا كتير قوي، والنتيجة هتطلع روعة زي ما انتم شايفين كده. تعالوا كده نفتح رغيف مع بعض ونشوف قلب العيش الفينو عامل ازاي. العيش عامل زي الحرير من جوه، هش جدا وخفيف وريحته جميلة جدا، والعيش خفيف خالص، يعني انتي ماسكة الرغيف كده ملوش وزن اصلا. شايفين شكله عامل ازاي؟ قلب العيش ناعم زي القطن، جميل قوي. هتجربوه، متأكدة انه هيعجبكم احلى من بتاع الافران 100 مرة. يلا بينا نسمي بسم الله ونبدأ في الطريقة بتاعتنا على طول. مبدئيا كده احنا مش محتاجين مكونات غاليه خالص، شويه دقيق وشويه ميه، من غير بيض ومن غير حليب ومن غير زبده ومن غير المكونات الغاليه دي. اول حاجه كده انا معايا 3 كوبايات من الدقيق بالكوبايات المعياريه، ولازم انخل الدقيق كويس جدا جدا. ونوع الدقيق متعدد الاستخدامات، بس اهم حاجه يكون متجرب قبل كده ويكون ليه عرق قوي. يعني قبل ما تستخدميه لازم تتأكدي ان نوع الدقيق ده له عرق قوي، عشان العيش الفينو بيبقى عايز المطة والعرق، عشان ناخد النعومة اللي بتبقى في قلب عيش الفينو، ما يطلعش كده مخرفش من جوه ومش ناعم. تمام تمام. هحط 3 معالق كبار من السكر، ومعلقة كبيرة ممسوحة كده من الخميرة الفورية او الخميرة بيرة، مكعب كده لو من الخميرة بيرة. وبعدين احط ربع معلقة كبيرة من الملح، انا مستخدمة المعلقة اللي هي بتاعة الاكل. تمام تمام. هحط كده ربع كوباية من الزيت، زيت اكل عادي خالص بس يكون ريحته كويسة. تمام. وبعدين هبدأ ان انا اعجن العجينة دي بمية فترة من الحنفية. لو عايزة تعجنيها بمية دافية، تتأكدي ان المية درجة حرارتها عاملة زي دمعة العين كده، تكون دافية مش سخنة، لانها لو سخنة هتقتل تفاعل الخميرة. تمام. وتقدري تعجني طبعا بحليب لو عايزه تعلي القيمه الغذائيه شويه. تمام تمام. العجينه دي لازم تعجن كويس جدا جدا جدا، مش اقل من ربع ساعه، كانك بتعجنيها في عجان بالظبط، بايديكي كده، وتعجني العجينه كويس جدا. العجينه لازم تبقى ناعمه زي ما انتم شايفين، واضافه الميه شويه بشويه. دي نقطة مهمة، إضافة المية شوية بشوية، لأني لو نوع الدقيق العرق بتاعه مش قوي، إضافة المية شوية بشوية هتعمل عرق كويس للعجينة. تمام. شايفين ملمس العجينة عامل إزاي؟ العجينة ناعمة زي القطن، ناعمة خالص يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. وده أول سر من نجاح العيش الفينو. ما ينفعش توقفي عجن في العجينة إلا لما توصل معاكي تبقى بالملمس والقوام ده. هحطها في نفس الطبق اللي أنا بدأت أعجن فيه، واغطيها لمدة نص ساعة، مش اكتر من كده، عشان ريحتها ما تكونش خميرة. تمام. والعيش ما يفرش معايا في قلب الصاج، يعني نص ساعة بس وارجع اشتغل فيها، هيتضاعف حجمها. تمام. لحد ما تبقى بالشكل دوت كده، هنزل التخمير بتاعها وابدأ ان انا اقطعها كور. الكور تبقى متوسطة، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. تمام. بس نقطة التخمير دي مهمة قوي قوي. طيب، ايه بقى اللي بيخلي العيش الفينو مرقع كده من على الوش وفيه بقعة مش مظبوطة، ما بيكونش لونه موحد؟ اول حاجة ان نسبة السكر ما بتكونش كتير في العجينة. مبدئيا العيش الفرنسي او العيش الفينو بيكون مسكر، ف3 معالق مظبوطين قوي على 3 كوبايات. دي اول نقطة. تاني حاجة ان العيش ما بندروش نقطة التخمير اللي قبل التشكيل، لازم العيش الفينو يتخمر قبل ما يتشكل عشان يطلع لونه موحد. خلاص تمام. تعالوا بقى نشكل العيش الفينو. انا طبعا الكور ديت بعد ما كورتها عملت معايا الكميه دي، طبعا نغطيها عشان وشها ما يقشفش لو احنا مش سرعه في التشكيل. والصاجات اللي انا هسوي فيها لازم ادهنها دهنه خفيفه خفيفه خالص من الزيت، بلاش زيت كتير. تمام. دهنه خفيفه خالص كده، وبالفرشه اوزع كويس قوي قوي
زي ما انتم شايفين كده. العيش الفينو مش بيندهن اي حاجة، اللون الحلو ده بياخده من السكر ومن الزيت. تمام، واحطه كده في الصاج على نقطة اللحام اللي احنا قفلنا من عندها. تعالوا بقى نشوف التشكيل. اول حاجة بجيب كورة احطها على الجزء الناعم، عشان الجزء الناعم يبقى وش العيش الفينو، والجزء المخرفش شوية دوت يبقى هو قلب العيش. وبعدين ببدأ ان انا ابططها كده على شكل مستطيل. لو عايزة تستخدمي النشابة بس تفرد حاجة بسيطة، ما تفردهاش قوي، حاجة بسيطة. وبعدين ابدأ ان انا الفها رول، بس الرول بتاعها يكون مضغوط. الرول يا جماعة يكون مضغوط، دي اهم نقطة عشان ما يطلعش فيه فراغات ومسامات واسعة جوه العيش. عايزة الفراغات تبقى مظبوطة جوه العيش الفينو. وبعدين نفردها فردة بسيطة، ما نرفعهاش قوي وما نتخنهاش قوي. وهنعمل تاني واحدة بنفس الشكل ده، بنفردها على شكل مستطيل، رول مضغوط. وبعدين نقفل الطرف كويس قوي، ولما نيجي نحطها في الصاج نخلي الطرف ده او الجزء بتاع اللحام ده يكون من تحت، عشان لما تيجي تخمر او تيجي تستوي ما تفتحش معانا. بعد ما خلصت تشكيل بدأت ان انا اسيب العيش الفينو يخمر لمدة ساعة الا ربع، من نص ساعة لساعة الا ربع. يتضاعف حجمه بس مرة كمان يا جماعة، نركز، يتضاعف حجمه مرة كمان بس. لو سبت العيش الفينو بقى بالساعة ونص والساعتين ده غلط جدا. تمام. لان العيش الفينو لو خمر زيادة عن اللزوم هيفرش معاكي في قلب الصاج، وده احنا مش عايزينه. مجرد ما يتضاعف حجمه مرة كمان بس والخميرة تمشي فيها ابدأ ان انا اسويه. شايفين اتضاعف حجمه مرة كمان، يعني دخلوا هوا كده. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده. مدة التخمير بتكون من نص ساعة لساعة الا ربع. وطبعا على حسب الصيف والشتاء، ده انتي بنظرة عينك بقى تشوفي يتضاعف حجمه مرة كمان، وطبعا هيعلى جدا في الفرن. دوت شكل العيش الفينو. طيب نتكلم على التسوية. العيش الفينو بيدخل على اعلى درجة حرارة، الفرن يكون ساخن كويس قوي، والكلام ده بينطبق على فرن جاز او فرن بوتاجاز. العيش الفينو بيدخل على اعلى درجة حرارة، اول ما يبدأ ياخد لون بهدي النار شوية كده، يعني درجة حرارة متوسطة، وابدأ ان انا احرك الصاج كل شوية عشان ياخد لون موحد. يبقى في بداية التسوية النار بتكون عالية جدا، اول ما يبدأ ياخد لون بهدي النار شوية، وابدأ ان انا الفف الصاج عشان ياخد معايا لون موحد زي ما انتم شايفين كده من كل الاتجاهات. انا عملت من 3 كوبايات دقيق بس 8 رغيفة عيش فينو، وزي ما انتم شايفين الرغيف عامل ازاي. تعالوا كده نفتح واحد مع بعض ونشوف قلب العيش عامل ازاي. والله يا جماعة طري جدا جدا جدا، دي اول حاجة. العيش طري، طراوة مش طبيعية، طري جدا، قعد معايا لتاني يوم جميل قوي، من غير ما احطه في الفريزر ولا في التلاجة ولا اي حاجة. حطيته في كيس وحطيته ولا مبرول. اللبابة بتاعته من جوه ناعمة زي الحرير. في عيش فينو تعمليه كده تلاقي القلب من جوه خشن، لا ده طري جدا. فاتح، اللبابة بتاعته ملياه، يعني تاكلي رغيف كده تشبعي. حلو قوي قوي يا جماعة، جربوه، متأكدة انه هيعجبكم. ودون كان فيديو النهاردة، بتمنى كلكم تنفذوه وتقولوا لي ايه رأيكم فيه، ومتأكدة انه هيعجبكم. لو بيواجهك مشاكل في العيش الفينو حلناها مع بعض النهاردة، ولو لسه ما جربتوهوش في البيت اعمليه، مش هياخد منك اي وقت، سهل وسريع جدا جدا وهيوفر عليكي كتير قوي. شايفين شكله بذمتكم زي الجاهز ولا لا؟ واحلى وانضف 100 مرة، ولا ريحته بقى فظيعة كأنك واقفة في فرن بالظبط. جربوه يا جماعة ومستنية رأيكم فيه، وصدقوني هتنبسطوا قوي قوي من النتيجة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. اعملوا بيه بقى سندوتشات للمدارس وفرحوا ولادكم واعملوا حاجتكم في بيتكم، ومتأكدة بإذن الله انه هيعجبكم. واسيبكم في رعاية الله، واشوفكم على خير الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير، وعام دراسي سعيد عليكم جميعا ان شاء الله وعلى اولادكم، وبالتوفيق الدائم يا رب.